الكوارث الطبيعية، فهي كوارث طبيعية ولكن هي من عند الله تبارك وتعالى، لا حركة ولا سكون إلا بأمره. بعض الناس كيسميوها كارثة طبيعية باش يدوز طبيعية عند الناس، ولكن ما ينساوش أن تذكير من الله تبارك وتعالى. ما يمكنش هو ضرب في البحر في البرتغال، هذا الزلزال ديال اليوم مع الخمسة الصباح ضرب في البرتغال البحر. إذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إذا ملي كيوقع هذا الشيء اش كنقولوا حنا ملي كنهربوا؟ كنقولوا اشهدوا لا انا كنرجعوا لله. شي واحد ملي كيسمع هزه ارضيه وكيهرب كيرجع الله ولا ما كيرجعش الله؟ راه كيرجع لسيدي ربي. كيقول شي حاجه اخرى يقول لك كارثه طبيعيه وبقى في بلاصتك. اذا كنخو هذا تخويف الله تبارك كيخوف الناس باش يرجعوا لله تعالى. ملي كتكون بحال هذه الامور الناس كيرجعوا لسيدي ربي وكيتوبوا. اذا هاد الكوارث اللي ولات هاد الايام، هاد الزلازل وهاد الجفاف اللي جاي، واش ما كنشوفوش ان راه كاين تنبيه من سيدي ربي على فين وصلنا؟ دابا هاد الشيء وراه متابع في هاد السنين الاخيره، كثره الجفاف والغلاء وهاد الامور كامل اللي كنشوفوا، وهاد الاوبئه والامراض اللي ولات كتجي. واش هاد الشيء حنا كنشوفوه زعما غير طبيعي وكنصوروا الناس كارثه طبيعيه وصافي؟ ما نعرفوش نرجعوا لله تعالى. سيدي ربي قال لنا وبغينا وكنبغيو الشتاء وكنبغيو الخير وكنبغيو الراحه. سيدي ربي دائما ملي كيتكلم كيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. علاش اليوم الشتاء ما بقاتش كتجي في وقتها؟ ولات الشتاء كتجي في الصيف، ولات الفيضان كتجي في وقت. اذا سيدي ربي ملي كيعطينا الشتاء راه داك الشيء اللي كتب على نفسه كيعطينا ما كينقصوش، لا يخلف الميعاد. كنت مع واحد الصديق عزيز واحد النهار في المكتب كندوي انا وياه، وقال لي الشتاء تعطلات هذا العام في الجنوب وفي كذا. قلت له عرفتي السبب ديالها علاش؟ قلت لي غادا تجي، ولكن عرفتي شنو السبب ديالها علاش؟ قال لي علاش؟ قلت لي حيت الذنوب ديالنا اللي كتعوج. راه سيدي ربي الا غادي يعطيك مثلا مليار طن ديال الماء في العام راه كينزل، غير الا كنا حنا مقادين كينزل في وقته مقاد. ملي كنعواجو كينزل عوج، ما كينزلش في الوقت. انت ما كديرش داكشي اللي بغا سيدي ربي في الوقت، حتى الشتاء ما كتنزلش في الوقت. كدير داكشي اللي بغيتي حتى الماء كينزل، ما كيوليش ماء عادي، كيولي طغيان ديال الماء، ما كيبقاش ماء عادي. سيبقى إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجاريه، الماء كيولي كيطغى. اذا هذاك الماء اللي كينزل من السماء كينزل اسمه بركه ماشي مطر. لفتحنا عليهم بركات من السماء، والبركه هي اللي كيكون فيها الخير. دابا هاد الكوارث اللي كنشوفوا كتوقع ديال الزلازل هي تنبيه لينا بعدا باش نفيقوا حنا من القلبه حنا فين كاينين. النفاق والزور والمصائب اللي كثرات وما تليتيش كتعرف مع من غتعامل في اي حاجه. بنادم كيكون ملك في مظهره لكن الشيطان في مقبره، كيتعامل معاك بوجه وكيخبي وجه اخر، جهه اخرى ديال الشر عنده. كيلبسك ماسك ديال ملك ولكن الوجه الاصلي ديال ديب. اذا هذا الشيء اللي كيخلي هذه المصائب كتوقع. اذا ملي كنقولوا ظهر الفساد في البر والبحر، من المصائب ومن الكوارث اللي كنشوفوا راه بسبب ذنوبنا. الله تعالى قال ليذيقهم بعض الذي عملوا شويه منه. اذا حنا ملي كنشوفوا شي كارثه، هذا الزلزال اللي كينبهنا، الزلزال الحوز يلا فات، وحنا كنخاو كنقولوا يا ربي، وكيجي من بعد منه المشاكل اللي كنشوف المصائب. ها هو كان ضرب الزلزال في البحر في البرتغال، وها هو وصلتنا حنا منه شي حاجه، حنا كنخافوا. واحد الوقت تقدر تجي شي حاجه اخرى. اذا حنا خصنا نامنوا، على بد ان نؤمن ان نامن مكر الله، ان لا نامن مكر الله اقصد. اذا حنا الناس ملي كيتعاملوا بهذا الشر اللي كتشوف وبهذا الطغيان وبهذا الظلم وما كيخافوش مولاهم، هادو راه قد امنوا مكر الله. فلا يامن مكر الله الا القوم الضال. اذا اللي ما خصش الانسان كانه ما كاين حتى شي حاجه. اذا هذه الحركه ديال الامن والامان جعلها الله بيدينا، بيدين البشر. كل ما استقمتي كل ما الكون كان هادئ، الامن والامان. كل ما الانسان عواج
راه سيدي ربي يذيقه ببعض ما عمل.